أهم حاجة تخلّي الإنسان يكون قوي اجتماعيًا أو قوي عاطفيًا، الخوازيق. المشاعر والbusiness وإزاي ده مربوط بده، وإزاي أصلًا يبقى عندي ذكاء في تعاملاتي أو زي ما بيقولوا كده الذكاء العاطفي ده، إيه هو أصلًا؟ وإزاي يبقى عندي ذكاء في التعامل مع الناس؟ أنا في وجهة نظري أهم حاجة تخلّي الإنسان يكون قوي اجتماعيًا أو قوي عاطفيًا، الخوازيق. معلش، نرجع تاني للخوازيق، بس الخوازيق عاملة زي المناعة. إيه اللي بيقوي مناعتنا الجسدية؟ حاجات كتير منها الvaccine الفيروس. يعني أنا مثلًا الفيروس كورونا، أنتِ كان في حاجة من الفيروسات اللي هو بيدّيك الفيروس ميت أو الفيروس ضعيف بشكل ضعيف. فإيه اللي بيحصل؟ أنتِ لمّا الفيروس بيخش جسمِك تبتدي تكوّني antibodies أو حاجات مضادة للفيروس ده، فتكتسبي قوة، تعرفي تهاجمي بقى لمّا ييجي لِك. فالخوازيق الصغيرة اللي إحنا بنهرب منها دي، إن إحنا دايمًا مش عاوزين نتألم، مش عاوزين نمُر بأي مشكلة، داخلين في risk بس خايفين يحصل لنا مشكلة، مش هنتعلم. فحاجة من الحاجات اللي بتخلّي الإنسان ناضج نفسيًا أو ناضج عاطفيًا، الخوازيق الصغيرة اللي إحنا بنهرب منها دي.